في تقليل الهالات، تقليل التسبغات، وكمان تقليل الخطوط التعبيرية، بشرة نضرة. جربتي تستخدمي الجل الكركديه على بشرتك؟ ايه هو جل الكركديه؟ في جل الالوفيرا، في جل بزركتين، لكن ما سمعناش عن جل الكركديه. طب انا جايه النهارده عشان اقول لك ايه هو جل الكركديه. جل الكركديه يا ستي يعتبر احماض فواكه، ويعتبر مضادات اكسده، وبيزيد من حيويه بشرتك ونضارتها، وغير كده كمان بيساعد جدا على شد البشره. طب ايه هو وبيتعمل ازاي؟ هنصلي على سيدنا النبي عشان نقول مكوناتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتجيبي لي كركديه، تاخدي معلقه كبيره على نص كوبايه ميه مغليه، وسيبيهولي شويه قيمه 3-4 ساعات لحد ما ناخد مستخلص الكركديه. خدنا كده خلاص مستخلص الكركديه، اركنهولي على جنب. هتجيبي لي 3 معالق من جل الالوفيرا، بس يكون جل الوفيرا موثوق منه. هنضيف على جل الالوفيرا 3 كبسولات من فيتامين اي، وهتضيفي لي كمان زيت بذور العنب، وانا باكد على زيت بذور العنب، فوائده رهيبه مع المكونات اللي انا بديها لك دي. تمام، احنا كده بقى معانا قوام كريمي. هناخد كميه حلوه بالتدريج على القاعده الكريميه اللي هي بتاعت جل الالوفيرا دي، ونقلب كويس قوي، وقلبي وادمجي كل المكونات لحد ما توصلي لقوام كريمي. استخدميه يوميا على بشرتك، استخدميه قبل النوم، استخدميه تحت عينيكي. مكونات رهيبه فعاله جدا، بقول لك احماض فواكه ومضادات اكسده، انت مش محتاجه اكتر من كده. بس يا جميله خلصت معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.